يا مساء الفل على احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا جميعا بخير وباحسن حال. نبدا ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. النهارده احنا هعمل لكم بقى البيتزا باذن الله يا حبايبي، البيتزا بالتونه. ويا رب ان شاء الله الطريقه تعجبكم وتتفرجوا على الفيديو الاخر كده، واللي يشوفني اول مره يضغط لايك واشتراك في القناه، لايك واشتراك في القناه، ويتفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. احنا كده يا حبايبي معانا كوبايتين دقيق، ومعانا نص كوبايه زيت، ومعانا كيس خميره فوريه. طبعا بقى ايه، وطبعا معانا ميه دافيه. ليه الميه دافيه؟ عشان الميه الدافيه بتقوم الخميره على طول، وتخلي العجينه بتاعتنا تبقى جميله يا حبايبي. نيجي هنا ادي احنا اهوت كده احنا عجننا الايه البيتزا بتاعتنا. وطبعا بقى ايه، هنسيبها على ما تخمر، ونبدا بقى نعمل الصلصه بتاع الايه بتاع البيتزا ان شاء الله اللي احنا هنعمل بيها البيتزا يا حبايبي. يبقى احنا كده معانا كوبايتين دقيق، كوبايه ميه دافيه، معانا نص كوبايه زيت، كيس خميره فوريه، وسنه ملح يا حبايبي. وزي ما قلت لك احنا كده سيبنا العجينه تخمر على ما نشوف بقى احنا ايه هنعمل بقى تجهيزات البيتزا. نيجي معانا هنا، معانا طماطمتين عشان نعمل الصلصه بتاع البيتزا، معانا طماطمتين، معانا بصلتين. يا حبايبي، وطبعا بقى ايه دي طريقه جديده للصلصه بتاعه البيتزا. طبعا في قلب ايه طاسه صغيره زي ما انتم شايفين كده اهوت، نبدا نولع عليها ايه البوتاجاز. ونقلب فيها شويه اللي هي بقى ايه الطماطم مع البصلتين يا حبايبي اهوت. وادي ميه الايه، ما نحطلهاش اي ميه، هي كده كده الطماطم مصفيه ميتها. طبعا مع البصل مع التقليب المستمر يا حبايبي هتبدا ايه تستوي. يا حبايبي، ان شاء الله كده البيتزا تعجبكم. يبقى كده ايه ادي عندنا هي الطماطم اهيت بعد ايه ما استوت مع البصله. اهو يا حبايبي اهو. طبعا كده هي استوت بقى خلاص اهيت، ما شاء الله جميله جدا، والريحه رهيبه، البصل مع الطماطم جميل جدا. ويا حبايبي وان شاء الله الصلصه دي بتاع البيتزا دي تجربوها. طريقتها سهله جدا يا حبايبي. طبعا احنا كده عملناها، نيجي بقى في الخلاط بقى ايه ونفرمها اهو يا حبايبي. احنا كده طفينا عليها، ونيجي بقى ايه في الخلاط ونفرمها اي يا حبايبي كده الايه صلصه البيتزا. بعد ما ايه ما عملناها، نيجي هنا بقى ايه عشان بقى تبقى البيتزا اسفه تبقى الصلصه اجمل بقى كمان معانا. ننزل بمعلقه ايه كاتشب يا حبايبي اهو. طبعا بقى ايه بقى نحط لها بقى ملحها وشويه بهارات عليها. طبعا بقى مع تقليب مع بعضها هيت والمعلقه الكاتشب يا حبايبي ما شاء الله جميله جدا والريحه رهيبه. يا حبايبي ان شاء الله بيتزايه كده جميله تجربوها وتعملها باذن الله، وهي بيتزا جميله تستاهل بقكم يا حبايبي. نيجي هنا بقى نشوف العجينه بقى بتاعتنا الجميله ديت اهي. ما شاء الله كده العجينه خمرت اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي يا حبايبي. اهي طبعا احنا بيكون بقى عندنا بقى ايه صينيه اللي هي بتاعت البيتزا، صواني البيتزا. وطبعا زي ما انتم شفتوا يا حبايبي بقى ننزل بايه بوعد زيت كده وبالفرشه، ون ايه ونقلب ده ندهنها بقى من جميع الجوانب، من القعر بتاعها كده ايه هتنزل بقى بايه بالعجينه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله جميله جدا اهي يا حبايبي عشان خمرانه كويس. طبعا بقى بنيجي بقى ايه نفردها في قلب الصينيه اهي. ما شاء الله بتتفرد بكل سهوله، جميله جدا اهي يا حبايبي اهي. ما شاء الله جميله. وان شاء الله كده الفيديو يعجبكم باذن الرحمن، وتجربوا الطريقه وهي سهله وبسيطه جدا. وطبعا ويعني لما ندور على التكاليف مش هتكلفنا حاجه، كل حاجه موجوده في بيتنا. طبعا عندنا الدقيق، عندنا الطماطم، البصل، كل حاجه موجوده. مش هتفرق بقى إن كانت مثلا بقى في علبه التونه، هتفرق مثلا في طبعا في الجبنه الموتزاريلا. فيعني الحاجات بسيطه. طبعا بدل ما بنشتريها ما نروحش بقى ايه نجيب الزيتين بقى بتاع 400 جنيه، لا احنا ممكن ب 100 جنيه بتمن واحده نعمل احلى بيتزا عندنا في البيت يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله جميله كده، شايفينها يا جماعه وانا بفردها جميله اهي يا حبايبي. كده احنا بقى فردناها في الصينيه اهوت. ولازم نعمل لها حرف من قدام كده يا حبايبي. ليه؟ عشان ما نيجي ندهن الصلصه ونحط المقادير بتاعتها كلها مفيش حاجه تقع فين في الصينيه اهي يا حبايبي. وطبعا بيبقى نجيب شوكه ون ايه ونبدا نخرم فيها كده، مش نخرم فيها علشان ايه لما طبعا لما بتخش الفرن وبتقب كده بايه يعني ما تبقاش عامله زي ما نحسش ان احنا بناكل كيكه. لا هي حبايب زي ما انتم شايفين اهوت. بننزل بقى بالشوكه كده ايه نبدا نفدخ فيها بسيط كده عشان ايه ما تتنفخش قوي، والحاجه اللي احنا بنحطها عليها ايه تقع منها اي حبايب. اهي ما شاء الله جميله جدا.
طبعا بقى هنبدأ بننزل بالايه بقى، هنبدأ ننزل بالصلصة. اهي زي ما انتم شايفينها، بنبدأ بقى نفردها بقى بالمعلقة يا حبايبي اهي. ما شاء الله جميل. نبدأ نفرد واحدة واحدة كده اهيت اهي. اهي داير ما يدور كده بقى، نبدأ نلف بالصينية وننزل بقى بايه بالمعلقة اهوت، ونفردها واحدة واحدة كده بالراحة جدا اهي يا حبايبي. ما شاء الله جميلة. والريحة بقى ما اقولكوش بتاعة الصلصة بقى ديت، لما تبقى البصل مع الطماطمية بقى مع الملح مع البهارات بتبقى جميلة جدا. وزي ما قلت لكم الطريقة سهلة جدا وما فيش أي صعوبة. و... وطبعا نقدر نعملها في البيت، وزي ما قلت لكم نعملها ونأكل. ولا احنا اليومين دول الحاجة بصراحة الأسعار يعني الله المستعان، بس احنا نعملها إن شاء الله أزمة وتعدي بإذن الرحمن. ونعمل طبعا كل حاجة في بيتنا جميلة لأولادنا، وعلى الأقل هتبقى صحية وانت عارفة الحاجة دي معمولة ازاي وعاملاها بإيدك. حتى لما تاكلها انت وولادك هتبقى ايه، هتبقى مطمنة ان انت بتاكلي حاجة ايه من إيدك انت. طبعا بقى عندنا بقى احنا ايه فاتحين علبة التونة حبايبي، تونة مفتتة. بس انا معلش يعني انا واولادي احنا بنحبها ايه التونة المشطشطة اللي هي ايه الحرة شوية دي يا جماعة اهي. طبعا بقى نزلنا بعلبة التونة يا حبايبي، هي بتبدأي برضو ايه تفرديها بايه بالمعلقة اهي زي ما انتم شايفين كده اهي يا حبايبي. جميلة. وان شاء الله بإذن الرحمن في يعني الفيديو الجاي كده ان شاء الله باذن اعمل لكم بقى البيتزا، اعملها لكم بقى بالفراخ، اعملها لكم باللحمه. يعني اللي تبعتوا لي في الكومنتات بقى باذن الرحمن انتوا يعني عايزين نعملها لكم المره الجايه بايه ان شاء الله حبايبي. طبعا احنا فردنا ايه من الصلصه، فردنا التونه. طبعا بقى ننزل ايه ننزل بالخضار بتاعنا. عندك بقى فلفل اخضر، عندك طماطم، عندك بصل، شوفي اللي تحب حلاوه البيتزا وما شاء الله وجمالها يعني كل حاجه تحطها فيه. احنا كده نزلنا ايه. انا عندي بقى الفلفل رومي اخضر. طبعا انا زي ما انتم شايفين اهوت انا مقطعاه شرايح صغيره، وابدا انزل بقى برصه على في قلب البيتزا كده حبايبي. طبعا بقى ايه عندك فلفل الوان، زيتون. يعني البيتزا اي حاجه بتتحط عليها جميله جدا، يعني مفيش حاجه هتخسر معاكي يعني. طبعا اهوت الفلفل الاخضر اهو ادي. اه طبعا بقى كنت عندي برضو طماطميه كده ايه قطعتها شرايح كده بقى جميله برضو اهيت يا حبايبي زي ما انتم شايفين اهي. نبدأ بقى ننزل بقى واحدة واحدة اهيت. ان شاء الله البيتزا بقى تعجبكم وتجربوها وتبعتوا لي بقى في التعليقات. وان شاء الله الفيديو يعجبكم حبايبي. وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة بتاعتي عشان يوصل لكم من كل جديد يا حبايبي. اهوت كده نزلنا بالطماطم. طبعا بقى احنا معانا بقى ايه زيتون مخلي الوا شرايح يا حبايبي اهوت. طبعا نبدا بقى ننزل واحده واحده كمان نرص بقى. طبعا بقى في بقى ايه بينزل بقى بحط كده مره واحده. لا انا يعني برص لكم حاجه حاجه عشان تبقوا شايفين ايه احنا بنعملها ازاي. اهي يا حبايبي ما شاء الله جميله جدا. والله العظيم بيتزا تستاهل بقكم يا حبايبي اهي. بسم الله ما شاء الله جميله جميل اهيت. كده بقى ايه رصنا الزيتون اهوت يا حبايبي كده. احنا بقى ايه زي ما انا قلت لكم حطينا الصلصه، حطينا التونه، حطينا الزيتون، حطينا فلفل رومي اخضر شرايح، حطينا الزيتون، حطينا طماطم. طبعا بقى ايه اخر خطوه بقى اللي بتبقى يا حبايبي اللي هي الجبنه الموتزاريلا. طبعا في انواع كتير، في اللي هي الدومتي فيه. والله يا جماعه لا انواع كتير، بس انا عن نفسي كنت جايبه الدومتي يا حبايبي اهي زي ما انتم شايفينها اهي. ما شاء الله جميله جدا. ولما تيجي تاكلها بقى في الاكل تبقى لو بتمط معاكي كده في الاكل. بس بصراحه انا جربتها كتير والله يا جماعه في البيتزا جميله جدا اهيت نبدا بقى ايه زي ما انتم شايفينها اهوت. بنبدا بقى ننزل بالجبنه الموتزاريلا ونبدا نرشها بقى على وش البيتزايه كده بقى ايه. اهي يا حبايبي من جميع الجهات اهيت بقى من على الحرف ومن قلب البيتزايه من جوه اهيت. ما شاء الله جميله جدا اهيت جميلة أهي يا حبايبي. إيه طبعا بقى عندك جبنة يعني مثلا اللي هي العادية الكريمة عادي. يعني كل واحد والله يا جماعة حسب ايه ما قدرته. احنا ما بنصعبش الدنيا على نفسنا، يعني الدنيا سهلة وبسيطة واحنا نقدر نخليها بإيدينا. اي انت هتقول بقى ايه ام كوكي بقى ايه يعني بتقول الدنيا سهلة وبسيطة. والله يا جماعة هي الدنيا صعبة اي بس يعني احنا نقدر نسهلها على نفسنا. وكل حاجة عندنا في بيتنا متاحة والله يا حبايبي. كده البيتزا الجميلة بتاعتنا اهيت. احنا بقى دخلناها الفرن وسويناها وما شاء الله. ولعنا بقى ايه الشوايه من فوق ومن تحت ما شاء الله جميلة جدا. يا حبايبي وادي البيتزاية الله اكبر بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن جميله. وزي ما انتم شايفينها هو بقى ايه بتمط معانا هي جميله اهي يا حبايبي اهي. بالقطاعه بتاعه البيتزا اهي ما شاء الله كده بالاربع ارباع. ونرجع بقى الربع كمان بنجيبه ايه نقسمه ايه يعني نظام ايه. يعني الربع بتقسم اتنين نظام اتمان يعني
اهي يا حبيبي بسم الله ما شاء الله جميله جدا، وزي ما انتم شايفين اهوت. بصراحه يعني الجبنه الموتزاريلا بتمط معاها جميله حبايبي، والله العظيم اقسم بالله ما اقولكوش على الريحه بتاعتها عامله ازاي. ان شاء الله تجربوها، وان شاء الله الفيديو هيعجبكم باذن الرحمن يا حبايبي، وبالف الف الف هنا وشفا لكم يا رب. اهيت. وطبعا بقى نيجي بقى هنا بقى انا طلعت لكم بقى ايه خرطه جميله اهيت على الطبق، علشان ايه تشوفي. وبسم الله ما شاء الله كمان بقى العجينه بتاع البيتزا رهيبه كمان بقى بعد ما استوت. يعني مش مثلا نقلها مكتومه، لا ما شاء الله نافشه وجميله العجينه وجميله جدا اهي. وطبعا اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وتضغطوا لي بقى لايك واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.